تعالى اقول لكم على اللي حصل في ماتش مصر وبوركينا فاسو بس من ناحيه الجمهور، لان اللي هتشوفه هنا ما اتعرضش في الاعلام ولا على التلفزيون. احب اعرفكم بنفسي انا كيرو، ولو الفيديو عجبكم اعملوا فولو عشان نوصل ل 200,000 في اخر الشهر. مبدئيا كده انا بحضر ماتشات كتيره، وانا اول مره اشوف عدد جمهور منتخب مصر كتير قوي كده من ايام ماتش مصر والسنغال، وطبعا قبلها في 2019. طب هل هروح تاني؟ فده اللي هتعرفه في الفيديو. اول حاجه الناس اللي بتقول تفتيش كتير قوي، هو كتير بس حرفيا 5 دقايق من البوابه لغايه الاستاد، فما دام انت في السليم ما تقلقش. اول حاجه لاحظتها هو ان الجمهور ده كله عائلات، بمعنى ان مفيش شباب كتير، كل واحد جاب ابنه معاه، بس المهم الناس مبسوطه. حابب اوجه رساله ان الاستوديو لايف ده انا مش عارف هو كان معمول لينا ولا لا، بس ملوش اي لازمه في المدرج. وكالعاده اول ما منتخب بوركينا دخل صفافير وسويت عليه، اما لما دخل منتخب مصر فالمدرج اتدحرج. طبعا محمد صلاح بالنيو لوك الجديد. نبتدي بقى في المهم. طبعا التشكيله دي بالادميه عشان لو بالاصح اوف هيكون مكان الشناوي. اتخضينا طبعا من اول جون في اول 3 دقايق، قلنا مين المنتخب العظيم ده؟ منتخب مصر يسكت؟ لا، يدي التاني على طول وراه. طبعا قلنا الماتش ده ممتع والجمهور ده هيشجع طول الماتش وهنكسب 6-1 او 4-2، بس حصل العكس حرفيا. الماتش اتقلب، الجمهور صامت، كل قاعد مكانه واللي بياكل ياكل. وانا حابب اقول لكم المشكله هي ايه، ان مفيش كابو او ليدر يوجه كل الجمهور ده. من الحاجات اللي هتعجبك هناك الاضاءه بتاعت الشو ده، وتاني حاجه هي مزيكه الرقص في اخر الماتش. بس انا اكتر حاجه فرحتني في الماتش ده بالذات ان منتخب مصر اول مره يسلم علينا من 2019. تنساش تعملي فولو بقى.